ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود، والنهارده انا عايزه اتكلم على اكسبريشن او مش اكسبريشن، يعني خلينا نقول ان هو vocabulary word يعني نفس الكلمه بالعربي ليها معنيين بالانجلش، واحد مستخدم فورمال اكتر واحد انفورمال اكتر، وهو كلمه اللحاف. عارفين اللحاف؟ بما اننا في البرد ده، اللحاف اللي هو هو المصريين هيعرفوا اللحاف يعني ايه. لو حد مش مصري بقى يا جماعه جوجلت. يعني هو لحاف عامه بيبقى غطا زي البطانيه، بس هو مش من الصوف، بيبقى فايبر، بيبقى من حاجه تانية، حاجه تقيله بنتغطى بيها في الشتاء. اوكي، طيب دي ليها two words. الكلمة الفورمال أكتر اللي هتلاقوها في الكتب وفي الروايات الأكاديميك والحاجات دي هي دوفي. أوكي، دوفي. أما الكلمة الانفورمال اللي أنا بسمع النيتيفز بيقولوها أكتر، بالذات الأمريكان نيتيفز، وهو الكومفورتر. كومفورتر. فالاتنين مستخدمين، ولكن أنا مثلا لما سألت مرة، كنت بتكلم مع حد نيتيف أمريكان وقلت لها دوفي، هي ما فهمتش يعني ايه دوفي رغم ان هي نيتيف امريكان. قالت لي بعد ما شرحت لها، قالت لي لا احنا بنستخدم كلمه كومفورتر. اوكي، ولكن انا سمعت ناس تانية نيتيفز بيستخدموا دوفي برضو، ولكن في سياق مور اكاديميك. فعندكم الكلمتين، هتسمعوا الاثنين، فعشان تبقوا عارفين المعنى، الاثنين بنفس المعنى. بس لو انا هستخدم، فانا هستخدم اكتر لو انا بتكلم مع حد نيتيف هستخدم كومفورتر اكتر، بما ان هي يعني more used. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير. تابعوني على السوشيال ميديا، اليوتيوب والانستجرام والفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.